صباح الفل، صباح الهنا، صباح العسل يا حبايب قلبي. اللي بيشوف الفيديو ده الصبح صباح الفل عليك يا جميل. اللي بيشوف الفيديو ده بالليل مساء الفل عليك يا قمر. وحشتوني جدا. قلب مروه العزب، بحبكم جدا. ربنا ما يحرمني منكم العمر كله يا رب العالمين. واللي زعلان في حياته من اي حاجه، الدنيا مش مستاهله والله العظيم. الدنيا مش مستاهله. بص لغيرك اللي الدنيا بايظه معاه لدرجه ان هو مش قادر ينزل من باب البيت يشتغل، تعبان. وانت بص لغيرك الست الشقيانه اللي مش ما معاش راجل يصرف عليها، وانت معاكي راجل لو بيديك 10 جنيه في اليوم حتى مصروف. فانت احمد ربنا على عيشتك، على عيشتك، وانت احمد ربنا على عيشتك. والله الدنيا ما مستاهله. شباب وبتموت، شباب وسنها صغير ما بتلحقش تعيش نص العمر اللي انت عشته. احمد ربنا على عيشتك صدقني والله. نبدأ بقى موضوعنا، بس اعملوا لايك دلوقتي. بالله عليكم تعملوا لايك عشان خاطر مروة العزب. انا بحبكم جدا، انتوا حبايبي، انتوا نور عيني. بصوا حبايب قلبي، معايا متابعة من متابعيني على القناة عندي، فكلمتني في الموبايل وقالت لي يا مدام مروه انت بتملي رقم تليفونك، وانا هقول رقم تليفوني تاني 010 1646 2507، وعليه واتساب والفيسبوك بتاعي مروه العزب عربي ومروه العزب انجلش. بحبكم يا اغلى الناس. يا ريت لايك. اللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس. بحبكم، ما اقدرش استغنى عنكم، ما اقدرش استغنى عن قناتي اللي هي مروه العزب، وقناتي التانية اللي هي حكايات ماما واسام. القناتين دول انا بحبهم جدا، لان عليهم اغلى الناس فعلا. ناس بتحبني وناس محترمه، ناس ولاد ناس، ولاد اصول. بصي يا حبايب قلبي، المتابعه اللي معايا قالت لي مدام مروه انا عايزه اكلمك في موضوع خاص، يا ريت ما تنزلوش على القناه. فلما سمعته للاخر قلت لها طبعا انا هنزله. قالت لي ممكن يتفهم اللي عليا. قلت لها لا، معلش، ياما بيحصل الموقف اللي انت بتحكيه ده، اكيد بيحصل في بيوت كتيره جدا. فانت ما تقلقيش، انا هتكلم مع الناس والناس هترد عليكي في كومنتات، وانا ذات نفسي هقول لك كمان نهايه الموضوع ده ايه او تعملي ايه. طبعا انا هقول لكم انا قلت لها ايه وتقولوا لي انت صح ولا غلط. بصي حبايب قلبي، هي بتقول لي يا مدام مروه انا جوزي راجل كان محترم. قلت لها لا، ما تقوليش عليه كده. جوزك ابو عيالك اكيد محترم، ما تغلطيش في جوزك مهما يحصل. انا يا جماعه ما برجحش الست اللي تغلط في جوزها مهما يحصل، ولو لامها ذات نفسها. كل ما بتقل من جوزك كل ما انت بتبقي كده اهو قليله، وانت كل ما بتقل من مراتك بتبقى قد كده اهو قدام اي حد. يعني الراجل اللي بيقول لمراته يا عوره لعبت بها الناس الكوره، المثل ده بتاع امي وفعلا حقيقه. وانت كل ما بتقولي على جوزك ابو عيالك مش محترم، انت ست مش محترمه. انا اسفه، لانك انت بتسيبي سمعه لعيالك. جوزك لو وحش في وشك، اخترتي ليه؟ اكيد انت وحشه. مراتك لو وحشه وفيها صفات مش كويسه، يبقى انت مش محترم. اكيد اخترتها هي ست مش كويسه، يبقى انت زيها. لان يعني الطيور على اشكالها بتقع. فما تزعلوش مني ولا انا بقول. اغلطي بينك وبين نفسك، ما تغلطيش قدام حد. ما تطلعيش عيوبه قدام حد، حتى لو في العيوب اللي انا هحكيها دلوقتي اوحش العيوب. خلي سرك في عبك. ممكن تقدري تأقلمي نفسك. وانا ما برجحش الطلاق، انا ست ما برجحش الطلاق. ما تخلوش تفكيركم وزعلكم يطلع عيال معقده، يطلع عيال مأساة مأساة. افهموا، افهموا شويه. مش كل حاجه الطلاق، مش كل حاجه الطلاق. ما تخلوش العيال محرومه من الام والاب، وبيطلعوا بوشين. البنات والصبيان بيطلعوا بوشين، هنا معاك بوش ومعاها بوش عشان مصلحتهم. خلي في تكافؤ في الاسره. الزعل بينكم وبين بعض قدام العيال ما تحسسهمش. صدقوني العيال بيطلعوا لا بيحبوك ولا بيحبوها، صدقوني والله. بصي يا حبايب قلبي، الست اللي معايا بتقول لي يا مدام مروه انا اتخطبت لجوزي 3 سنين وهو في الجيش وسافر، المهم هو سنه صغير وكل حاجه، وانا سن صغير واتجوزته وانا عندي 20 وهو عنده 25. المهم اتجوزوا وحصل نصيب وخلفوا صبيان وبنات، 4 عيال، بنتين وولدين. حلو قوي، نربيهم بقى، نربي العيال بقى. كفايه مشاكل بقى، كفايه بقى مشاكل وكفايه.
تطلعوا اسرار بعض لبعض وفضايح. كفايه، اتقوا ربنا في عيالكم، انتوا اتجوزتوا خدتوا نصيبكم من الدنيا، بلاش فضايح. نكمل بقى الموضوع. المهم بعد ما خلفنا وكده كان جوزي بيقرب مني وكان كويس. طب خلاص انت خلفتي وجوزك كان بيقرب منك وكان كويس معاكي، غلط. عالجوا الموضوع بدون ما تروحي تقولي لامك وتروحي تقولي لحماتك وتقولي لاخواته وفضحتيه. انت عايزه ايه بعد ما ست تفضح جوزها؟ عايزه ايه؟ حلال فيك الطلاق، حلال فيك اما يرميكي، حلال فيكي عشان انت فضحتيه. حتى لو هو غلط وفيه كل الصفات الوحشه، فضحتي جوزك، ست مش كويسه. انا اللي بقولها لك قدام الناس كلها. يلا تزعلي براحتك بقى، انا بقول حق ربنا، لا طالعه اقول اسمك ولا طالعه اقول عيلتك. المهم خلينا نكمل الموضوع. دلوقتي انت ست، جوزك ما عادش بيقرب لك والعيال كبرت شويه ومش عارفه ايه وما عادش بيقرب لك. فوجئتي ان جوزك بينام في اوضه لوحده. مش مشكله، انت فاضيه لايه؟ انت المفروض تفضلوا عيالك ودروسهم وتطلعوهم ناس محترمه. ادام هو بيصرف زي ما انت بتقولي ومش مخلينا عايزين حاجه وجايب دروس مدرسين لعياله في البيت ومش مخليهم عايزين حاجه، غلط. هتصلحي غلطتك معاه، هتصلحي غلطته انت وهو. لو هتروح لدكتور نفسي حتى، لان اللي هو فيه ده عايز دكتور نفساني. المهم يا جماعه، فبتقول لي يا مدام مروه تسمعيني؟ فانا قلت لها احكي بكل حاجه، انا بحب اسمع حتى لو الكلام مش كويس، انا بحب اسمعه. قالت لي يا مدام مروه انا ما عادش بيقرب لي وبينام في الاوضه لوحده. ماشي. قالت لي انا فوجئت ان هو بيسيب التلفزيون او الموبايل شغال الصبح وبسمع الصوت اجنبي مش عارفه ايه. فبقول مش مشكله، فدخلت عليه كان نايم بعد الفجر. دخلت لقيت الريموت في ايده ونايم عريان تحت البطانيه والريموت في ايده وبيتفرج على افلام قله ادب. فانا عملت اللي انا معرفش وسبت الشاشه شغاله وقفلت باب الاوضه واتصدمت. تاني مره العصر قلت داخله عشان اقول له هتتغدى، فبفتح باب الاوضه فجاه لقيته بيعمل مع نفسه العاده السريه قدام التلفزيون، ما بيقربليش وبيعمل مع نفسه العاده السريه واعمال ايه، وما كانش واخد باله ان انا فتحت الباب اصلا. ودخلت وشافني. بقول له انت بتعمل كده ليه يا فلان؟ قال لي مش اطلعي بره. مش مره ولا اتنين ولا تلاته، بيتعامل مع نفسه وما بيقربليش. الراجل ده يا جماعه عايز دكتور نفسي. انت بقى رحتي اتشجعتي ورحت قلت لامه وقلت لاخواته البنات، عايزاه يعمل ايه؟ مش طايقك وعماله تعملي مشاكل ليل ونهار ومش طايقاه. ما عدتش بتطبخي له، ما عدتش بتجهزي له اكل، ما عدتش بتعملي اي حاجه قصد اللي انت شفتيه بالمنظر ده. حتى ما بتكلموش وبترد عليه كلمه بكلمه قدام عيالك وانت قلتيها ببقك. برد عليه كلمه بكلمه. انت عايزه ايه بقى بعد كده؟ الراجل زي الطفل يا جماعه. معلش انا ذات نفسي ست اهو، والمفروض ابقى مع الستات، انا مع الراجل. راجل بيشقى بيتعب، كل حاجه مطلوبه من الراجل. اذا بتطلقي بتاخدي عفشك وبتاخدي نفقه وبتاخدي بتشطبي عليه. انت معاكي عيال، عايزه تطلقي ليه؟ ما انت هتاخدي كل اللي وراه واللي قدامه وهيرجع من الصفر، وهتحرمي عيالك من ابوهم وتقولي هشتغل. مهما تشتغلي مش هتقدري تعيشي عيالك زي ما ابوهم كان معيشهم. فضحتيه والراجل بيقول لك كفايه فضايح، انا عايز اعيش، طالبه الطلاق دلوقتي. انا بقول لك الطلاق مش حل. راجل غلط هتوديه لدكتور نفسي، هتعالجيه، هتتكلموا مع بعض. شوفي ايه اللي فيكي مش حلو وغيريه. شوفي هو التجأ للموضوع ده وما عادش بيقرب منك، سايسيه. شوفي ايه اللي ممكن يتغير فيكي وغيريه. طلاق ما ينفعش ان انت تعيشي عيالك في الوهم ابوكوا وحش ما تروحلوش تحرمي. ده من كام يوم انا شفت اب في العشرينات موت نفسه عشان خاطر ما بيشوفش بنته، وتحرموا عيالكم من ابوهم ويحصل مشاكل. ليه كده؟ خلي البيت دافي، المشكله هتتحل. المشكله ما ممكن الكلام ده يوصل لاولاده يسمعوه، يعرفوا ان ابوهم بيعمل كذا كذا زي ما انت قلت لاخواته البنات وقلت كمان لامه وقلت لامك. ده راجل غير يعني، انت فضحتيه. اخواته البنات، امه،
اخواتك البنات عرفوا اللي متجوزين، وامك واخواتك الصبيان. ليه الفضايح؟ صغرت نفسك، خليتي نفسك قد كده اهو، وخليتي جوزك قد كده اهو. سايسي امورك، عالجيه، كلميه كويس، غيري من نفسك. وراجل شقيان عمل كده وغلط، هتقدري تغيريه، هتقدري تغيريه. فيكي حاجه لازم تتغير، غيريها. نضيفه، نضفي نفسك على قد ما تقدري، طبطبي عليه، خده في حضنك، هيتغير. شكرا ليكم. يا ريت تعليقات للموضوع ده يا جماعه.